حلال دي عندي بالدنيا. طب ما تحكي لنا كده ازاي بتعمل المهرجانات وبتحط فيها اسامي الناس اللي انت بتحط القابها دي، وايه الاستفاده منها بالظبط؟ هقول لك انا الاستفاده ان المجال ده كبير قوي. المجال ده فيه يعني فيه شباب صغيره نفسها اسمها يتقال في مهرجان. دي جمعيه انا ماسكها، مش بقفل الباب واقول ده لا مش معنى وده احطه ليه وده ما احطوش ليه. اي حد هيجي لي حتى لو كان طفل عنده 10 سنين ونفسه يتحط في مهرجان احطه لو حتى معاه 100 جنيه، مع ان المهرجان ممكن يعمل له 3000 و5000. قصتي من هنا ان هوايتي تبقى مستمره، ان انا افضل اعمل مهرجان في مهرجان في مهرجان وافرح الناس. الشاب بتاع التوك توك اللي بيسوق توك توك نفسه يتحط في مهرجان ويسمع اسمه وهو شغال في المكنه، المدمر، المحارب، النزاهه، الجنتله. كل ده انا بعمله، كل ده انا بحطه. انا بحب افرح الناس، بحب افرح الشباب. اللي مخليني موقف شغلة المهرجانات الايام ديت الشغله بقت وحشه. اسجل مهرجان ب 15000 جنيه، اسجل مهرجان ب 20000 جنيه، اخد من النفر 1000 جنيه عشان اسمه يتقال في مهرجان. مش منطقي. لو الزمن يرجع تاني هسجل، بس هسجل بالزمن اللي فات. لكن الزمن اللي احنا فيه صعب. هو ده اللي انا بعمله، عايز افرح الناس، افرح الشباب اللي نفسها اسمها يتقال في مهرجان.